اي حد عنده استفسار او اي حد عنده سؤال في التغذيه او بخصوص الصيام المتقطع، هنتكلم شويه النهارده عن الصيام المتقطع ازاي بيشتغل والانظمه اللي فيه او اللي داخل الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع كذا حاجه وفي ناس كتير، وطبعا هو مشتق من الصيام الاسلامي. فكره الصيام الاسلامي، طبعا الصيام الاسلامي نتائجه حلوه قوي في الدايت وفي تنزيل الوزن يعني بصفه عامه والتخسيس، وكمان في رفع الجي اتش طبعا اللي هو هرمون النمو. فمهم قوي ان انا اعرف ازاي اطبق الصيام المتقطع كويس ومظبوط علشان اقدر استفيد منه. طيب طب الناس تتجمع بس كده والناس تقول لي بس الصوت واضح ولا في مشكله؟ طبعا انا بحب اعرف نفسي. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه، ومعاكم القناه بتاعتي ان شاء الله فيها فيديوهات اعتقد ان هي يعني يا رب تنول اعجابكم يعني ان شاء الله. ولو في اي حاجه او اي استفسار يا ريت تبعتوه لي وانا هجاوب عليه على طول، سواء عن طريق الفيديوهات او عن طريق البث المباشر اللي احنا ممكن نتواجد مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. يا ريت الناس تقول لي بس الصوت واضح والصوره واضحه ولا في مشكله. كنت بقول بس الناس تتجمع ونتكلم عن الصيام المتقطع وازاي انا اطبقه صح واستفيد منه بشكل كبير في الدايت وفي نزول الوزن. طبعا الصيام المتقطع فيه صيام يوم ويوم، وفي صيام حاجه اسمها 5 على 2. يعني 5 على 2 يعني ايه؟ يعني اكل براحتي في الخمس ايام واصوم يومين، ماشي، او اخلي اليومين دولت معدل اكلي من 500 ل 600 سعر حراري. خلاص. ده بالنسبه للانظمه اللي داخل الصيام المتقطع، يعني 5 2 او يوم ويوم، او في صيام كمان 20 4 اللي هو بصوم 20 ساعه وباكل في 4 ساعات. طبعا الصيام المتقاطع بتاعنا اللي هو العادي اللي كله عارفه طبعا، اللي هو المعتاد بتاعي 16 كام؟ 16 8 16 8 ده صيام متقطع اللي كله متعارف عليه واللي تقريبا معظم الناس بتطبقه، اللي هو صيام 16 ساعه اكل في 8 ساعات. يعني هنفترض جدلا صيام 16 ساعه واكل في 8 ساعات. الفكره هنا في الاكل، انا الناس اللي بتخش الصيام المتقطع ما بستفدش منه في الغالب، بتبقى الاكل بتاعها او ال8 ساعات بتوعها متلخبطين. طبيعي لازم يكون الاكل متظبط مع الرياضه، مع شرب الميه، مع النوم كويس. ده هيجيب نتائج فعاله جدا وفي اقرب فرصه ممكنه. الانظمه الكويسه اللي بتساعد في مقاومه الانسولين هو الصيام المتقطع. طبعا عشان في فترات طويله من اليوم انا مش باكل فيها، فطبيعي الانسولين طبعا ثابت. يعني الفكره كلها انا بقول في الزوم بتاع الاكل. طبعا انا بقول ان احنا بنصوم 6 ساعات او 16 ساعه، من ضمنهم كمان فترات النوم. يعني انا مثلا لو كنت بقفل اكل الساعه 9 فانا ممكن احسبها 16 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6، يبقى ده كده 10 6 7 8 9 10 11 12. ماشي، يبقى انا من 9 ل 12 ده كام؟ دول 16 ساعه. دول فترة الصيام. خلاص. من 9 ل 12 ده 16 ساعة. احنا لو قلنا من 8 يبقى من 8 للساعة 1 الكلام ده كله. طبعا دي فترات الصيام محسوب منها من ضمنها فترات النوم، محسوب من ضمنها فترات النوم. طيب الفترة دي يحبذ ان انت تشرب ميه كويس، تنام كويس، تلعب رياضة. يحبذ في الفترة دي انك تلعب رياضة. طيب اشرب ميه بس ولا اشرب ايه بالظبط؟ لا، اشرب ميه واشرب كل المشروبات السخنة بس من غير سكر. كنت بقول ان انا فترة الصيام دي مهمة جدا جدا ان انا العب رياضة. يعني انا مثلا كست بيت اصحى الصبح مثلا اشتغل في البيت على قد ما اقدر، اطلع سلم انزل سلم، هكذا حسب المتاح ليكي طبعا. طيب انا لو ورايا شغل برضه هروح شغلي واجي من غير اكل. كل اللي انا بعمله في الفتره بتاعه الصيام دي ان انا بشرب ميه، بشرب كل السوائل من غير سكر. متاح اي حاجه من غير سكر زي ما احنا قلنا. شرب الميه طبعا بينزل السوائل اللي في الجسم، او لو في ميه محبوسه في الجسم من الاملاح والحاجات دي بتنزل طبعا في الفتره دي. الرياضه مهمه جدا عشان تساعد على الحرق طبعا. الفكره برضو هنا والاهم طبعا ال8 ساعات بتوع الاكل. ابدا اكل ازاي؟ هل انا هاكل اي اكل؟ لا طبعا. ال8 ساعات دولت بيبقى اكل صحي عادي جدا، من غير زيت، من غير سكر، من غير اي نشويات سريعه زي ما بيقولوا. لازم انا ابدا الفتره دي مهمه جدا ان انا اعمل خطتي محسوب منها او منقوص منها السعرات الحراريه بتاعتي اللي هي ال 500 سعر حراري. يعني اذا كنت انا مكتوب لي 2000 سعر حراري بنزل 500 سعر حراري، يبقى انا بشتغل على 1500 سعر حراري في فتره 8 ساعات دي. ده هتلاقي نتيجه طبعا، يعني مع الاكل اللي هو الصحي اللي هو المعروف من غير زيت طبعا. الاكل اللي هو مش جانك فود خالص يعني، ولا برجر بقى ولا كلام من ده، وانا صايم 16 ساعه، الكلام ده كله طبعا غير صحيح. عشان كده الناس ما بتستفدش من الصيام المتقطع. لكن انا لو بشتغل بيه صح ممكن انا اجي على فتره الاكل طبعا مثلا، وابدا انا هبدا الساعه 12 ممكن اخد 3 تمرات بشويه ادم. اهلا بيك يا ادم، عامل ايه؟
ممكن اجي اكل فتره، يعني الساعه 12 هاخد 3 تمرات بشويه ايه طعم، بشويه لبن مثلا او شويه ميه، تمام. ونص ساعه كمان زيه زي الصيام بالظبط، نص ساعه ابدا افطر الوجبه بتاعتي. طيب افطر ايه؟ يحبذ طبعا ان انا افطر حاجات اللي هي مثلا خضار او بروتين ودهون صحيه، ماشي. ما ارفعش على طول الكربوهيدرات علشان ما ارفعش السكر واقعد طول النهار عندي نهم للسكريات. اخليني ذكي في الحته دي واشتغل على الحاجات اللي هي ما ترفعش السكر مره واحده زي الحلويات والحاجات دي. طيب اكمل وجباتي عادي جدا، هاكل رز بقى، هاجي اتغدى مثلا هاكل رز. يعني ممكن افطر ايه؟ افطر بيض، افطر مثلا مع عيش تورتيلا مثلا، ده ما بيرفعش السكر على طول، او عيش حبه كامله مفيش مشاكل، مع بيض، مع مثلا زيتون، مع اي خضار، مع جرجير، خلاص، مع جبنه قريش، جبنه قريش ممتازه. خلاص ده كله ممكن انا افطر بيه مع تفاحه ولا حاجه، تمام. طيب محسوب طبعا. هل المشروبات في 8 ساعات محسوبه بالسكر؟ اه عادي مش مشكله لو انت، بس طبعا لا تتجاوز مثلا معلقتين سكر يعني، خلاص. والافضل طبعا انك تمنعهم خالص يعني، خلاص. دي حاجه. تاني حاجه بتيجي على الغدا. طبعا الكلام ده الغداء او العشاء او كلام من ده بيبقى محسوب، يعني 1500 سعر حراري. شوف انت بقى تاكل ايه، خلاص. عملوا معاك وجبتين اوكي، عملوا معاك 3 وجبات، يبقى حسب بقى الوضع بتاعك يعني. في ناس تاكل 1500 سعر حراري ده حسب وزنك، وفي ناس تاكل 2000 سعر حراري برضه ده حسب وزنك، خلاص. انا بتكلم في العموم على الوجبات اللي ممكن تاكلها. باجي اخد مثلا سمك، اخد 6 معالق رز مثلا ولا حاجه معايا ان شاء الله، والسلطه والخضار كله معايا تمام زي الفل، خلاص. لو انا حبيت اتعشى ممكن اخد علبه زبادي كبيره مثلا او علبه زبادي لايت مع بذور شيا، خلاص. برضو مع تفاحه، شويه فراوله، كلام من ده. الكلام ده ما بيرفعش السكر، وهيفضل السكر في حاله ثبات، وده مهم جدا جدا يحصل حاله ثبات للسكر علشان تقدر تستفيد منه، ما يحصلش عندك نهم للاكل. مثلا لو سعرات الحراريه 2000، انا بنزل منهم 500 سعر حراري وببدا اشتغل على ال 1500 سعر حراري بتوعي. اكل نظيف طبعا، المقصود منه ان انا ينزل وزني من خلال الفتره اللي انا بصوم فيها او بعمل فيها صيام متقطع. بنفس الوضعيه دي ان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا جدا جدا، تمام. مع الالتزام بالمشروبات طبعا السخنه والميه والرياضه طبعا النتيجه هتبقى فعاله جدا. لو حد عندكم يعني، لو حد معانا ان شاء الله جرب الصيام المتقطع قبل كده، يا ريت تكتب لي في الكومنتات وانا نتكلم مع بعض افضل. انا بكلم نفسي كده ان شاء الله يعني.